يا ترى ايه اللي هيحصل لو منعت النشويات والسكريات بالكامل لمدة شهرين؟ دلوقتي انت جسمك بيحب يحرق النشويات والسكريات عشان يطلع منها طاقة بسهولة، وبيعرف يعمل ده كويس جدا خصوصا لو انت مش مريض. بس احنا بقى هنعمل ايه؟ هنجبره انه يتحول من حرق الجلوكوز والسكريات علشان يطلع منها طاقة لحرق الدهون نفسها عشان يطلع منها طاقة، وبكده بقى جسمك ماكينة حرق دهون حرفيا. واول حاجة هنعملها عشان نعرف نوصل للنتيجة دي هي ان احنا نمنع النشويات والسكريات تماما من الدايت بتاعنا علشان جسمك ما يلاقيش مصدر الطاقة المحبب ليه. وتاني حاجة هنعملها اننا نزود في اكل الدهون نفسها علشان نغششه، اللي هو اهو قدامك مصدر طاقة تاني، اتفضل استخدمه وطلع منه الطاقة اللي انت عايزها. المفروض دلوقتي ان جنرال جسمك هيبتدي يطلع اجسام اسمها كيتون بوديز، وهتفضل الكيتونات دي تحرق دهون وتطلع منها طاقه، فجسمك يبقى ماكينه حرق دهون حرفيا. والنشويات كمان اللي كانت متخزنه في جسمك على هيئه جلايكوجين في العضلات وفي الكبد هتنزل وهتنزل معاها ميه كتير جدا. وده السبب اللي بيخلي اي حد عامل لو كارب دايت او كيتو دايت في الاول خالص بيخس بسرعه جدا، لان في وزن ميه كتير جدا بينزل من جسمه. طب وبعد كده، بعد الفتره الاولانيه دي ايه اللي هيحصل؟ هنكمل في الخسسان صح؟ بص، هو مش شرط، لان انت جسمك دلوقتي حالا وهو ماكينه حرق دهون بقى عنده مصدرين للدهون بيحرق منهم ويطلع طاقه: الدهون اللي متخزنه في جسمك والدهون اللي انت زودتها في الاكل نفسه عشان توصل لحاله الكيتوزيس دي. طب هو ازاي بقى نتاكد ان جسمنا بيحرق من الدهون المتخزنه دي مش من الدهون اللي احنا بناكلها؟ علشان تتاكد ان ده اللي بيحصل لازم تحسب كالوريز، وتتاكد انك بتاكل كالوريز اقل من اللي بتحرقها برضو حتى لو عامل كيتو دايت، علشان حاله الكيتوزيس اللي بيطلع فيها كيتون بوديز دي ما بتقدمش اي حل سبيشال او سحري لحرق الدهون اللي متخزنه في جسمك. فانت سواء عامل الكيتو صح ودخلت في الكيتوزيس، او مش عامله صح وما دخلتش في الكيتوزيس ومقلل النشويات والسكريات وخلاص، الموضوع مش هيفرق خالص في الاخر لو انت مش بتاكل كالوريز اقل من اللي انت بتحرقها. كل الدراسات اللي قارنت اللو كارب والكيتو باي دايت تاني، لو الكالوريز بتاعتهم متساويه ما بيبقاش فيه اي فرق في خساره الدهون في الاخر، او للامانه بيبقى فيه فرق شويه لو في دايت منهم هاي بروتين او البروتين بتاعه عالي. يعني من الاخر الكالوريز هي الاساس الاول والاخير اللي هيخلي الدايت بتاعك يفشل او ينجح في الاخر. فالدايت المناسب ليك سواء كيتو او غيره، اهم حاجه تكون مختاره بحيث ان انت تقدر تستمر عليه فتره طويله كفايه انك تخس وما ترجعش الوزن ده تاني. اما الناس اللي بتتكلم عن الكيتو دايت طالع بيه السما وبتقول عليه اشعار، انا متفهم المنطلق اللي هم باصين منه. في ناس الكيتو دايت مناسب جدا ليهم لانه بيقلل شهيتهم، وكمان انت لما بتبدا كيتو دايت اغلب الاكلات اللي بتخليك تزيد في الوزن بتبقى مش في الحسبان اصلا، زي الشوكولاته والكوكيز والجاتو والبرجر. كنت هنسى البرجر، اصلك مين سايكو هياكل البرجر من غير البانز بتاعته؟ فالناس دي بقى كل ما بيبداوا كيتو دايت فعلا بيخسوا، بس ده بسبب ان هم عملوا عجز في السعرات الحراريه وهم مش واخدين بالهم، او بطريق غير مباشر يعني. فايا كان السبب اللي مخليك عايز تعمل دايت، سواء علشان الشكل بس او عشان تستمتع بفوائد تانية لخساره الدهون زي تظبيط الضغط، تظبيط السكر، مقاومه الانسولين، ايوه فعلا كل دي مشاكل ممكن تتظبط في صحتك لو هي كانت عندك قبل ما تخسر الوزن. المهم ان ايا كان الدايت اللي انت خسيت بيه او عايز تخس بيه، اهم حاجه فيه ان انت تستمر وما تدورش على حلول سريعه او هاكس. صدقني صعب جدا ان انت تهكر جسمك من غير ما تبوظ فيه اي حاجه. واشوفكم على خير ان شاء الله.